شوف، المغاربة مع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عجيب، عجيب غريب عجيب غريب. في سنة 169 هجرية، حتى نفهم السياق يعني، وقعت معركة في مكة في مكان اسمه فخ، قريب من قبر عبد الله بن عمر، تقريبا 500 متر. في فخ قتل ما يزيد عن 198 من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل الحسن. من قتلهم أبناء عمهم العباسيين، هم الذين قتلوهم. لم يفلت منهم حقيقة إلا إدريس، الذي نسميه نحن المولى إدريس، مولى إدريس ابن عبد الله الكامل، ابن الحسن المثنى، ابن الحسن بن علي، ابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا النسب. ففر إلى المغرب شريدا طريدا وحيدا، يعني مطلوبا. إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن علي رضي الله عنها، زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها. فجاء فوجد رجل متوج، ملك متوج ملك في مملكة أوربا، اسمه إسحاق بن عبد الحميد الأوربي. فعندما علم نسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بقبيلة ولا بشوكة ولا بأي شيء، ما معه أحد، هو بمفرده أتى بنسبه فقط وبصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم. تنازل له عن الحكم، وهذه كبيرة جدا. يعني لو أطلقت يعني خيالك لما وقع في التاريخ الإسلامي عن الحكم، يعني مصائب، يعني مصائب كبيرة جدا. الشرف نعم، لقربه النبي عليه الصلاة والسلام. فزوجه ابنته كنزة، اسمها كنزة. فلذلك نحن كنزة عندما نقول كنزة أم الشرفاء. كنزة أم الشرفاء. زوج إدريس؟ لا، هذه كنزة زوج إدريس. نعم. فيعني حملت منه، وما لبث أن توفي. لا ندخل في التفاصيل، من قتله كذا إلى آخره، هذا لا أريد أن أدخل فيه مرة أخرى. جميل. ثم قال المغاربة مرة أخرى: سننتظر كنزة. للا كنزة، نقول نحن للا هي السيدة، السيدة من باب الشرف وصفا. نعم، هذا في اللسان الأمازيغي. للا هي للشريفة، اسم وصف، إما من آل الحسن، وآل الحسن عندنا في المغرب يعني يقول 95% من الشرفاء من المغرب من آل الحسن، هي مخصوصة بالأشراف من آل الحسن، و5% من آل الحسين. في المغرب الحسين قلة من حيث العدد، لا، في المغرب هي للأشراف. ولكن تأدبا المرأة الكبيرة والخالة الكل نقول لا خالتي. حتى الخادمة عندنا في البيت إذا كانت كبيرة ولها مقاما معينا نقول لها لا، يعني هذا من باب التشريف، من باب القدر، يعني الأخلاق. فانتظروا، فولدت ولدا سماه إدريس الثاني، الذي بنى مدينة فاس، العاصمة الأولى للدولة المغربية. فانتظروه حتى وصل سن 12 سنة، ثم بايعوه عليهم. بمعنى آخر أن مكانة الشرفاء في المغاربة كبيرة جدا، حتى أن الدولة الآن التي تحكم المغرب الآن، الدولة العلوية، والتي الآن تقريبا 376 سنة وهي تحكم المغرب، ودخوله من المغرب عجيب غريب جدا. جاء المغاربة حجاج فقدسوا في القدس، نسأل الله تعالى أن يفك أسره من اعتداء الصهاينة الغاشمين. ثم ذهبوا إلى المدينة المنورة لزيارة سيدنا رسول الله، ثم حجوا، ثم عادوا إلى المدينة يلتمسوا شريفا يجتمعوا عليه. إن كان الشرفاء قد يعني تفرقوا إلى آخره، ووقع بينهم نزاع. فقالوا الشرفاء هناك في ينبع على البحر الأحمر، فذهبوا إلى ينبع فوجدوا المولى القاسم بن محمد، هو المزوار ورئيس الشرفاء. نحن في المغرب نسميه المزوار، يعني شيخ الشرفاء، كبير الشرفاء. كبير الشرفاء. فقالوا نريد شريفا، نلتمس شريفا نجتمع عليه في المغرب. فكان له 8 من الأولاد، 8 من الأولاد. فجعل يناديهم ويسألهم سؤالا نمطيا، ويقول لهم: يا ولدي، إن أرسلتك إلى أرض قوم فعاملوك بالخير بما تعاملهم، قل أعاملهم بالخير، وإن عاملوك بالشر قل أعاملهم بالشر. الخير بالخير والبادي أكرم، والشر بالشر والبادي أظلم. حتى وصل إلى السابع، وكان اسمه الحسن. قال: يا ولدي، إن أرسلتك إلى أرض قوم فعاملوك بالخير بما تعاملهم، قالوا عاملهم بالخير. قال: وإن عاملوك بالشر قالوا أعاملهم بالخير. قال: وإن تمادوا في غيهم وعاملوك بالشر قال أعاملهم بالخير. قال: إلى متى يا ولدي؟ قال: إلى أن يغلب خيري على شرهم. قال: فدعا له فسر به، يعني أيما سرور
يعني السرور وهذا الذي يريد فذهب ودخل إلى المغرب فسمي بالحسن الداخل. ومكث العلويون في المغرب 375 سنة لم يكن لهم حكم، ثم قامت لهم الدولة، والآن عمرها كما قلت سلفا 376 سنة من الحكم. فلذلك أقول دائما في خطبي بأن المغاربة يحكمون بالإحسان ولا يحكمون بالعدل. إن هؤلاء الملوك الذين تعاقبوا فينا يعاملوننا بالإحسان ولا يعاملوننا بالعدل. فلذلك المغاربة لحمة واحدة رغم أنهم فسيفساء، فينا العرب، فينا الأمازيغ، فينا العرب القدماء، وفينا الوافدون، فينا بني هلال وبني سليم، وفينا الأندلسيون، وفينا حتى اليهود، وفينا الأمازيغ مشارب، وفينا الحسانيون شلوح هم أمازيغ. ما عندكم مغمد في المغرب؟ من؟ الغامدي هو عشان الغامدي يعني. والله ما أدري هذه يعني ما عندي. خليه يجي شوف. أنا أقول لك شيء، المغاربة لا يسمون محمد، يسمون محمد، يسمون حمو محند. الأمازيغ كانوا لا ليس لهذا السبب، حتى إذا سب الولد لا يسب محمد، الله أكبر، يسمى شيء قريبا منه حتى لا يسب محمد، في حين أن أهل فاس يقولون محمد سيده أو اتركه، وبالتالي أهل فاس لا يسمون محمد يعني هكذا محمد. سيدي محمد. فلذلك كذلك فاطمة، فطومة، فطوش، فضموش، طيطة، كذا هكذا، يعني حتى لا تسب ويعتقد الإنسان أنه قد سب آل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأخلاق ما شاء الله تبارك الله. نعم يعني. فلذلك يعني حب المغاربة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النساء يسمونه للا، والرجال يسمونه إما سيدي محمد السادس حفظه الله وأصلحه، أو يقولون مولاي رشيد، مولاي كذا، حفظ الله الجميع وأصلح الجميع إن شاء الله تعالى. آمين آمين. والله ما شاء الله شيخنا والله الشيخ كبر راسك ما شاء الله. لكن أنا في سؤال شيخنا